رضوان الشيقر، النائب الرابع لرئيس المجلس البلدي لمدينة داخلة. في سنة 2015 وبالضبط في انتخابات الجماعية الأخيرة تم توفيقي كوكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة. قمنا بتشكيل المجلس ورفقة الحركة الشعبية التي يتزعمها سيدي صلوح الجماني، كنتذكر ب 15 مقعد وحنا ب4 مقاعد. تم تشكيل ديال المجلس على اساس المصلحه العامه. انتظرنا الكثير، يعني ما شفناش صراحه المصلحه العامه ولا فاش تتجلى، ولا خصوصا انا مثلا يعني منتخب وفي تواصل يومي. انا تنترأس المقاطعه السابعه بالتفويض، يعني عن حي الوحده وحي النهضه، يعني في تواصل يومي مع المواطنين والمشاكل ديالهم. يعني تتلقى صعوبه، يعني تتحس بالخجل من هذا الوضع الكارثي فيما يخص الطرقات. كما شرت لها في يعني التدوينه الفيسبوكيه ديالي اللي جات على اساس يعني هذا التدخل، وتنشكروا جريده داخله نيوز على هذا الالتفاته. يعني كارثي فيما يخص النظافه، يعني الازبال مشتته بطريقه عشوائيه يعني وعلى مستوى الحي كله. الاناره العموميه بطبيعه الحال جميع الاحياء مثلا حي الوحده ولا حي النهضه فيها نقط شبه مظلمه، يعني ظلام في ظلام. الاناره العموميه يعني كان فيها اشكال ومجموعه، يعني اصبحت تشكل خطر على صحه المواطنين وصحه ساكنه هذه الاحياء. يعني هناك مسائل يعني تقدر تؤدي الى وفاه بعض الاطفال اللي تيلعبوا يعني بالجوار ديالهم، ما عارفينش مدى الخطوره ديالها. والمجلس يعني الوصي حاولنا ما امكن نتواصل معهم تنوصل لهم الفكره، ولكن دون يعني ما كاينش تدخل ولا. المسائل الاخرى، هناك مؤسسات مخصصه يعني كفضاءات بالنسبه للجمعيات والانديه، يعني فضاءات ترفيهيه تثقيفيه للشباب، غير انها مقفله من نهار يعني بدا الحي ومن نهار يعني البناء ديالها وهي مقفله. يعني دار الحي لا في النهضه ولا في حي الوحده. بخصوص يعني المشاكل الاخرى التي يعاني منها الشباب، يعني البطاله وتفشي يعني مختلف الانحرافات، وعلى اساسها يعني وعلى راسها تعاطي هذا الشباب لمختلف انواع المخدرات. يعني الوضع اصبح كارثي، فما بالك السوق البلدي. يعني واحد الاشكال اللي المجلس ما عنده حتى شي يعني بادره باش ياخذ ويتواصل مع هاد الناس مثلا ديال السوق، لان السوق بلدي اي مواطن تابع المدينه الداخله خاصو يمشي يعني يتقدى، خاصو يلقى واحد الظروف ملائمه. تتلقى العشوائيه وداك المشاكل ديالهم تتواصل معاهم. درنا لقاءات، يعني مجموعه من اللقاءات مع الممثلين ديال السوق البلدي، ولكن بدون صلاحيات. يعني متى تبغي دير شي حاجه ولا تخدم ما عندكش الاليات ولا الصلاحيات. انت راك منتخب، احنا منتخب، انا في المكتب المسير ديال المجلس البلدي، ولكن راه بدون صلاحيات. من تتوقف على شي امور رئيس مصلحه تتصل به ما تيدير حتى شي حاجه. تيجي عندي مواطن انا ساكن وسطهم، تيجي يدق عليك تيقول لك عندي مشكل مثلا هنا في الاناره ولا كذا، تتواصل مع رئيس المصلحه. ولا مثلا بالنسبه للقنوات الصرف الصحي اللي ولا تتشكل يعني خطر، ها هو كما تشوفوا يعني بالنسبه لصحه الاطفال، والو تتواصل معاه ما كاينش، يعني ما كاينش اللي تيجاوب معاك. ولا جلست مع الرئيس يعني مرات عديده ومع المكتب المسير، يعني ملي تبغي تواصل او لا تتكلم ليه على مشاكل الحي يعني تيتفادى ما امكن. يعني تيتفادى، ما فهمش هذا واش سخط او لا اهمال ولا اقصاء في حق هذه الساكنه، ولا يعني خاص تنطلبوا بتدخل يعني عاجل المؤسسات الرقابيه. وبطبيعه الحال الاشكال اللي كاين بالنسبه للمقاطعه السابعه اللي تضم ساكنه يعني كثافه سكانيه كبيره، يعني حي النهضه وحي الوحده، دائما تنطالب بصحيح الامضاء. لا يعقل تجيني شيخ مسن ولا تجيني مراه ولا طالب مؤسسه تعليميه على بسط وثيقه مثلا نسخه طبق الاصل، بحال نسخه مثلا من دبلوم معين او لا وثيقه او لا بطاقه تعريف، تتصيفطوا حتى للبلديه.
لا يعقل يعني انا منتخب ولكن بدون صلاحيات راه ما يعني تتواجه الناس ولينا تنخجلوا منهم، يعني دائما تيجوا عندك تيقول لك ما عندنا اشكال. يعني الوحيد تتحاول ما امكن، ولكن اليد الواحده لا تصفق، تتحاول ما امكن توصل الصوت ديالهم، تتحاول دير الدور ديالك كمنتخب، ولكن واخا هكا كاين ضغوطات وكاين اكراهات. يعني ما المجلس ما مهتمش بهذه الامور ولا المشاكل الفعليه التي يعيشها الساكنه، لانه هو بعيد كل بعد، وخصوصا الرئيس راه ما تيعيش وسطهم باش يقيم هذه الامور ويعرف هذا الشيء، راه تنعيشوا يوميا. انا يعني ابن الحي وتندوز تنشوف المشاكل اللي تيعيشها الحي، يعني راه كارثيه. ومن هذا المنبر تنشكروا كاع يعني الجرائد الالكترونيه اللي تتحاول ما امكن توصل الصوت ديالنا حتى هي بصفه عامه. تنطلبوا من رئيس المجلس البلدي يعني فاتح تكون عنده واحد الرؤيه شموليه، يعني حتى المجلس يعني راه منتخب، يعني مؤسسه ديمقراطيه، يعني دوك التدبير مثلا العشوائي والتدبير الفردي راه ما في الظرفيه الحاليه راه اصبح يشكل يعني صعوبه، يعني لقينا صعوبه فيه. تحاول تعبر على الراي ديالك ولكن تجي يعني تتولي تشوف راسك انت كآلية فقط للتصويت، فكان تصويت مثلا في الدورات ديال المجلس فقط، ولكن باش مثلا تفعل مثلا المتطلبات ديال الساكنه تلقى اشكال. تسمع بعض المرات عاد تسمع على صفقات وقعوا، يعني احنا ما تجيبش كاع عليها انت مثلا بان راه وقع في المجلس ولا، يعني هناك انفراد ولا انفراد في اتخاذ القرار. يعني تنطلبوا من الرئاسه تنفتح على هذه الامور هذه، خصوصا هو كاين مستقبل، يعني مستقبل واعد بخصوص جوهرة الصحراء كما سماها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وشكرا.